لو انت صيدلي او تعرف حد صيدلي ابعت له الفيديو ده، ممكن يغير حياته بالكامل. هقول لك كل حاجه تخص الصيدله في كندا. اول حاجه، مرتب صيدلي في كندا بيبقى من 50 ل 60 دولار في الساعه، فده تقريبا اخر الشهر بعد الضرايب بعد كل حاجه بيكون حوالي 6200 ل 6300 دولار. فده كويس جدا ما شاء الله. ازاي بقى تبقى صيدلي في كندا لو انت متخرج من بره كندا؟ عندك طريقتين وانت داخل على طريق الهجره، ان انت تعادل الشهادات بتاعتك. يا اما تعادلها عن طريق WES، فده بيدي لك درجات البكالوريوس، او تعادلها عن طريق PEBC، بيكون شويه مكلف حوالي 1000 دولار، ولكن بيدي لك درجات ماجستير. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت كده خلصت اول خطوه من خطوات المعادله اللي هي الدوكيمنت ايفالويشن. وانس انت خلصتها، عندك امتحانين ممكن تمتحنهم وانت بره كندا، اللي هم الايفالويشن اكزام والام سي كيو. ايفالويشن يعتبر اول واحد في الايفالويشن اكزامز، وتاني واحد اللي هو الام سي كيو ده يعتبر كواليفاينج. عندك في الكواليفاينج اتنين. ام سي كيو ممكن تخلصه وانت بره كندا، ممكن تخلص تاني بقى لازم وانت جوه كندا، لان هو بيبقى ان بيرسون، بيعدوك على كيسز وبتقول لهم ايه اللي المفروض يتعمل. ده اللي هو الاوسكي. وانس ان انت خلصت 3 امتحانات، بتاخد امتحان القانون، بتخلص الايلتس بتاعك، وانت كده جاهز ولايسنس ان انت تشتغل. لو انت اشتغلت وانت انترن تاخد 30 دولار في الساعه، وانت ان انت خدت اللايسنس تاخد 50 دولار في الساعه. فبالتوفيق ان شاء الله.